إذا قلنا الفقه ما هو روحي عائلي يتسم بالهدوء الإيمان إلى آخره. الكوتش ما هو سلوكي تدريب على السيطرة على النفس وداك الشيء، ولكن خارج المرض النفسي وعلاجه. الطبيب النفساني أو المعالج النفساني أو المحلل النفساني أو تخصصات كثيرة. غنهضروا اليوم غير على الطبيب النفساني. أول حاجة ما كيمشي عنده بنادم إلا إلا كان مريض. الجانب الأول. الجانب الثاني فاش كتمشي عنده أو اللي غيمشي معك عنده خصو يكون عارف بأن الطبيب النفساني هو بالدرجة الأولى طبيب يعني قاري الطب قراية شبه كاملة تقريبا، تخصص نفسي. واخا الصلاحيات ديالو علاش كيصلح الطبيب النفساني؟ الطبيب النفساني كيشخص بحال الطبيب العادي، كيشوف واش فيك السخانه كذا، شنو خرج شي حاجه في جلدك، ما عرفتي شنو درجه الحراره، الطونسيون، باش تيقول ها المرض اللي فيك. الطبيب النفساني كيشخص شنو المرض اللي انت كتعاني منه، لحقاش الامراض النفسيه بحال الامراض الجسديه انواع واشكال. كيوصف لك الدواء. علاش كيوصف لك الدواء؟ باش يتابع الحاله الطبيه النفسيه ديالك. بمعنى الايجابيات ديال الطبيب النفساني، اولا كيعالج انواع بحال الاكتئاب، القلق، الوسواس، الاضطراب المزاجي، امور اللي متعلقه بالتربيه، الانفجارات، الغضب، البرود العاطفي، الاهمال الى اخره. ثم هو راه كيعالج الجانب الجسمي البيولوجي من المشكل، ماشي الجانب النفسي. الحدود ديال الطبيب النفساني هو انه كيركز على ما هو طبي اكثر منه ما هو تربوي او اسري، وراه يقدر ما يكثرش في الكلام، بالتالي ما كيدخلش لشي اعماق معينه. تفهمنا؟ غنشوفوا من بعد شكون اللي كيدير العكس داك الشيء.